بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا احلى اخوات ومتابعين. يا صباح البتنجان، يا صباح المسقعه المشطشطه. صدقيني المسقعه بتاعتنا النهارده طعمه جدا جدا. من حلاوتها مش هتاكلي رغيف واحد بس، ده انت هتاكلي في وش العادي وخمس ترغيفه. صدقيني كده طعمها حلو قوي قوي، ولا ريحتها يا سيدي بجد تحفه. اتمنى منك تشجعيني باللايك والاشتراك وتعليق كده حلو منك، وخدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه ان شاء الله تستفيدي معايا. وانا دودو من المنصوره، اكتبي لي انت بتتابعيني من اي بلد. تعالي يلا نشوف عملنا صينيه المسقعه المشطشطه الجميله دي يعني ازاي. صلوا بينا على النبي وزيدوا النبي صلاه. وتعالوا نشوف اول حاجه كده معايا صينيه على النار، حطيت فيها شويه زيت صغيرين وثلاث اربع فصوص من الثوم المفرومين. هبدأ كده اشوح التوم، بس قبل ما يحمر كده معايا هنزل هنا بثلاث معالق كبار من اللحمه المفرومه. ايوه يا دوب 8 كيلو كده زي ما بتقولي. وابدا كده اكسر كده اللحمه فيها لغايه لما تتكسر معايا وتفرفر كده معايا، وتاخد تشويحه حلوه كده مع البتنجان. مع البتنجان ايه ده، البتنجان باين لحس مخ، ركزي يا ستي دودو مع التوم اهوان. وبعد كده بتديله طعم حلو قوي لما بتشوحي اللحمه في فصين التوم دول. بتفرق معايا في صينيه المسقعه بجد، بيبقى طعمها حلو جدا. كسرنا اللحمه وكده وفرفرناها وشوحناها مع فصين التوم. اللهم صل على النبي وزيد النبي صلاه. وتعالي بعد كده هننزل عليها بشويه من الطماطم، بتاع حوالي نص شفشه كده من الطماطم. انا فرمته وبعد كده صفيته عليه. اهو حلو الكلام، كلام جميل. ركزي معايا واتمنى منك ما تخرجيش من الفيديو بسرعه، ان شاء الله تستفيدي معايا. وبعد ما نزلنا بالطماطم على طول تقوم انت عامله ايه، تنزلي عليها بنص معلقه صغيره من السكر. دي قاعده اساسيه خدها في حياتك. اي حاجه فيها طماطم او تنزلي بالطماطم على اي خضار، تنزلي ورا منها على طول بشويه سكر صغيرين. ليه؟ بيعادل لك الحموضه وبيطعم لك الاكل كده، وبيخليك ريق الاكل كده مسكر وجميل. انت مش بتخشي تاكلي اكل كده عند الناس تقول الله ده ريقه مسكر وطعمه لسه مسكر في بقي. شويه السكر دول هم اللي يخلوا لك الحاجه طعمها حلو كده. وبعد كده ضفنا شويه فلفل اسود، شويه كمون وشويه ملح. هنقلبهم كده لغايه لما يتسبكوا نص تسبيكه. انا مش عايزاها تتسبك قوي وتنشف من الميه بتاعتها، لا، انا عايزاها تغلي مع بعض غلوتين حلوين كده وتتسبك مع بعض نص التسبيكه، يعني ما تخليهاش تنشف خالص من الطماطم بتاعتها. جبت صينيه حلوه كده اللي احنا كنا عملنا فيها كل حاجه، ورصينا كده البتنجان كده بالشكل اللي انت شايفاه حلو دون. هنرصه كده بعد ما قليناه وادينا له تحميره كده خفيفه، ما تبقيش تحمري البتنجان قوي. وبعد كده انا كنت قاليه هنا كام قرن فلفل اخضر. يا سيدي بقى ما اقولكيش على طعم الفلفل الاخضر، بيبقى فيها بجد حكايه بجد تحفه. حمرته وبعد كده قطعته كده زي ما انت شايفه كده اهون. وهبدا انزل شويه كده صغيرين من التسبيكه اللي احنا عملناها بتاعه اللحمه المفرومه واللي احنا بهرناها مع بعض. كده حلو كده، ركزوا معايا، يا ريت ما تخرجوش من الفيديو بسرعه يا جماعه، وكملوا الفيديو النهائي. واي سؤال حابه تساليه اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. وبعد كده هبدا اعمل رصه كمان من البتنجان اللي احنا قلينا، وهحط عليهم كمان قرن كده من الشطه اللي هو الحراق الحامي اللي هيطعم لك بقى صينيه المسقعه دي. على فكره انا كنت هنا عامله هنا عيش مقمر كده على البوتاجاز. لو انت عايزه تعرفي طريقه العيش المقمر اللي هو ناشف على البوتاجاز اكتبي لي في التعليقات وانا هعمل لك ليه فيديو ازاي تقمري العيش على البوتاجاز. بيبقى ناشف كده ومتحمص وطعم، وبيخليكي تاكلي منه 3 4 ترغيفه ما تحسيش ان انت كلت قبل كده خالص. اهو هنهزي بعد كده بقيه الطماطم. اللهم صل على النبي وزود النبي صلاه يا جماعه. وهنبدا نهز الصينيه بتاعتنا هزتين كده صغيرين كده حلوين كده. ركزوا معايا، هزينا الصينيه كده هزتين وبعد كده ولعت عليها البوتاجاز على نار ما تكونش عاليه قوي ومتوسطه، وتطلع معايا بتشخشخ كده وتبقبق كده معايا وفي منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم، واشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله ان احيانا ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.